فينير ولا تقويم؟ السؤال ده بيتسأل لي كتير قوي في العيادة، وانا عايز اجاوب عليه بشكل مختلف. كل حالة ليها العلاج الانسب بالنسبة لها. يعني لو عندي تزاحم شديد بين الاسنان، او عندي فراغات كبيرة بين الاسنان اكتر من 3 4 مللي بين كل سنة وسنة، او لو عندي بروز كبير في الفك العلوي او السفلي، او العضة المفتوحة لما يبقى عندي مهما قفلت سنين بيفضل الاسنان مفتوحة من قدام، او عندي ميول في تناسق الاسنان او انها تكون بارزه لبره او داخله لجوه شويه، ساعتها هقول ان الحل الانسب اكيد هيكون التقويم. لكن في حاله لو عندي كسور مثلا في الاسنان، او عندي الشكل بتاع الاسنان شكله في abnormality، شكله مش حلو، شكله مش جميل، لو عندي مشكله في اللون نفسه ان اللون مش ابيض كفايه، او مهما عملت تبييض مش نافع معايا، او في حالات اصلا ممكن ما ينفعش معاها تبييض، ساعتها هقول ان الفينير هو اللي هيكون الحل الانسب بالنسبه لي. برضو عايز اقول ان لو عندي فراغات بسيطه بين الاسنان ممكن نعالجها بالفينير، لو عندي ميل خفيف في السنه ممكن اعمله بالفينير. يبقى انا اقدر اقول ان مش كل حل هو الانسب بنسبه 100% للحاله، بس في حالات اكيد الانسب ليها هيكون حل من الاتنين.